السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض أسعار العملات المصرية القديمة، وهنتكلم عن عملة بناء على طلب حضراتكم إن احنا نتكلم على العملات الملكية. هنتكلم النهاردة عن عملة ال2.5 مليم اللي تم إصدارها سنة 1933. العملة دي الوجه بتاعها صورة الملك فؤاد الأول، ومكتوب فوق المملكة المصرية، وفي الجهة المقابلة ليها مكتوب 2.5 مليم إصدار سنة 1933. بيتراوح سعرها أو تقييمها من $5 ل$7 على حسب الحالة بتاعتها، لكن المعتاد بتاعها من 5 ل7. بتزيد لو الحالة زيرو، يعني نظيفة جدا مفيش فيها خربشة مفيش فيها أي شيء، سعرها بيعدي $1 أو 2، لكن ما بتزيدش عن كده، لأن كل ما العملة بتكون موجودة، العملة القديمة بالذات، كل ما بيبقى فيها وفرة في السوق السعر بتاعها ما بيتعداش، وفي بعض منها ما بيجيبش سعر لأنها متوفرة ومع كل الناس. فطبعا مين اللي هيشتريها؟ تابعوني وتابعوا كل جديد على التيك توك محمد حكيم، لايك ومتابعة واكسبلور، وعلى اليوتيوب اسم القناة محمد حكيم بورسعيد. واشكركم واشوفكم على خير.